بجد بجد ملقتش اسهل ولا اسرع من الوصفة دي، بجد بجد وصفة سهلة وسريعة وموفرة، بدون لحمة ولا فراخ ولا الكلام ده خالص. وكمان تنفع في كل وقت، فطار غدا عشاء، يعني موفرة، تنفع في كل الوجبات. نسمي الله ونصلي على الحبيب. وما تنسوش لايك واشتراك في القناة، ولايك ومتابعة على صفحتي على الفيسبوك. اول حاجة كده بجيب كده حباية كده من الطماطم، تكون حجمها كبير، متقطعة قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين. تمام. جبت كمان واحد قرن فلفل حامي او بارد، الفلفل الوان اللي موجود عندك. تمام. فانا جبت هنا قرن كبير بارد، عندك الوان هتحطي مفيش اي مشكله. جبت بصلايه كده متوسطه مش كبيره قوي، واحده من البتنجان برضو حجمها يعني معقول كده مش كبيره. جبت كمان كان عندي جبنه ميكس شيدر كده على رومي، جبتها. زيتون، عندك لانشون هتحطي. بصي، لمي البواقي اللي عندك اللي في التلاجة وحطها في الصينيه دي. جبت حوالي 3 بيضات، ممكن تكتر البيض براحتك، يعني اي بواقي عندك هتحطيها في الصينية ديت، اي بواقي هتلمها. جبت حوالي 3 معالق من الدقيق. تمام كده. هنجيب كمان الملح، هنظبط الملح بس الملح هيبقى بسيط. تمام. بعد ما حطينا الملح كده بسيط، اعمل حساب ان انت حاطه جبن وحاطه زيتون. برضو حطيت كده يعني نص معلقه صغيره كده من الفلفل الاسمر. شويه لبن كده، حوالي 3 4 معالق لبن. تمام. ان احتجت هحط، مفيش اي مشكله. هقلب المقادير دي الاول كلها، اخلطهم مع بعض خليط كده، وهشوف السمك بتاعهم كويس ولا محتاجه لبن. ممكن تحط ميه بدل اللبن. تمام. يعني اكله سهله وسريعه وبسيطه جدا جدا. حطيت كمان حوالي معلقتين 3 كده من الزيت، دي لمعه كده حلوه. انا عن نفسي ما حطيتش لبن تاني ولا ميه ولا اي حاجه، هما كفايه 3 4 معالق اللي انا حطيتهم دول، بس كفايه. بفرد بقى الخليط ده كله في الصينية، وبدخلها بقى الفرن كده، تاخد لون كده حلو. طبعا كل حاجة مستوية مش محتاجة، هي تاخد لون بس بسيط كده حلو، بس كده. اظن مفيش اسرع ولا اسهل من الاكلة دي. حطيت كده على وشها جبنة موتزاريلا، كان في شوية جبنة كده فايضين عندي موتزاريلا حطيتهم. ماشي. ادخلها بقى الفرن تاخد لون كده، خدت لون بسيط والجبنة ساحت. نبدأ بقى نقطعها قطع، تاكلها بالمعلقة، تاكلها بعيش، يعني والله تنفع كمان تاكلها بعيش، تاكلها بأي حاجة. تحشيها كده في فينو براحتك خالص. شايفين الجمال؟ لذيذة. ما كملتش حتى 5 دقايق في تقطعها وتسويتها وكل حاجة. ايه رأيكم في الأكلة السريعة دي؟ بذمتكم يعني حاجة كده سهلة وبسيطة واتعملت في ثانية. متنسوش بقى لايك واشتراك. سلام عليكم.